معانا في المشروع الثاني الناف بار. الناف بار ده هيكون عباره عن كلمه كود اصام فيها الهافر ده، اللون الهافر ده بالباك جراوند بالبوردر اللي احنا عاملينه فيه. كمان عندك الفور ليست ايتم دوم، تمام، عاملينهم هافر برضو. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده. خليك معايا يلا عشان نبدا على طول. اول حاجه كود وذا من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام، لابتوب مفتوح قلبك مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. أول حاجة هروح للوجن دوت اتش تي ام ال، أبدأ على طول فيها. هعمل شيفت 1 بالشكل ده، انتر، هيعمل لي البداية بتاعتي. أبدأ إن أنا أغير التايتل، أخليه ناف بار، تمام، بالشكل ده. هنعمل اللينك بتاعنا لينك، تمام، ولوجن سي اس اس، تمام. أنزل للبادي كده، أنا مش محتاج الهيد. بالنسبة للناس اللي مش فاهمة ده يعني إيه، الدوكو تايب اتش تي ام ال ده كده بعرف المتصفح إن أنا هشتغل HTML5. ال HTML هي دي الصفحة الرئيسية كلها او الصفحة كلها بما فيهم الهيد وبما فيهم البادي. الهيد ديت اعتبرها الاعدادات بتاعة ال HTML، فيها الميتا كاركتر سيت UTF-8 ده اللي هو بيدعم اللغة العربية، ان انا اقدر استخدم اللغة العربية هنا. كمان الميتا نيم فيو بورت والكلام ده اللي هو منصف للموبايل، للتابلت، للحاجات دي اللي هو بيكون متجاوب مع الاجهزة الاخرى، تمام. والتايتل احنا عارفينه اللي هو العنوان، وكذلك اللينك ده اللي هو ايه، بيربط الصفحتين ببعض، صفحه ال HTML وال CSS. اما البادي ده الجزء وبيظهر في صفحه في جسم الايه، الصفحه بتاعتي، تمام. خلينا نبدا على طول. انا عندي تمبلت جاهز اسمه ناف، هبدا استخدمه. اقول له ناف، وابدا ان انا اقول له ديف جوه الناف ده، واسمي الديف ده هحط جواه اللي هو الكود اصاب. طلعت بره الديف وهبقى جوه الناف برضو. هعمل يو ال، واليو ال ديت اللي هي ان اوردر ليست. الان اوردر ليست اللي هي بتبقى مختلفة عن الاوردر ليست. اصلا الاوردر ليست زي ده كده بتبقى مترقمة الواحد لكذا، وممكن تبقى مترقمة حروف A B C D. اما الان اوردر ليست ما بتبقاش مترقمة ولا بتبقى الحاجات دي كلها، ولكن بتبقى نقط او مربعات، وانت اللي بتتحدد الحاجات دي او تتحكم عن طريق الليست ستايل. وهتشوف الكلام ده في السي اس اس دلوقتي، تمام. اليو ال هنبدا ان احنا نشتغل فيها، هنحط جواها ليست ايتمز اللي هم الفور ليست ايتمز اللي احنا نشتغل عليهم، اذا كان عباره عن الهوم او السيرفيس او الاباوت او الكونتنت مين. واحد يقول لي طب الصفحه ديت هي فين؟ الصفحه ديت انا لو عملت ريلود بالشكل ده اختفت الصفحه، تمام، ظهر بس الكود اصابه. حلو. تعالى لل اي، نبدا نعمل اللينك. هعمله هاشتاج بالشكل ده دلوقتي، ونعمل صفحه الهوم. هقول له الهوم، لينك الهوم اهو. ممكن ينسخ اكتر من مره، معلش. ديت هسميها السيرفيس، دي هسميها الاباوت، ودي نسميها، خلينا نسميها الكونتنت مي او كونتنت مي بالشكل ده اللي يعجب. كويس كده انا خلصت صفحه ال HTML بتاعتي، هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده، تمام. تعالى بقى لصفحه ال CSS. اول حاجه هروح اعمل نجمه، ونجمه ديت ان انا بقول له هات لي كل اللي في الصفحه في ال HTML. هبدا اشتغل على كله. هبدا ان انا احدد على المارجن، هقول له المارجن، معلش، هبدا ان انا احدد على المارجن. اقول له المارجن بتاعك بزيرو، اتاكد ان المارجن بزيرو، اتاكد ان البادنج كمان بزيرو، تمام. هروح بقى برضو عندي حاجه اسمها بوكس سايزنج. هتقول لي ايه البوكس سايزنج ده؟ اقول لك البوكس سايزنج اللي هو البوكس بتاع الناف. البوكس بتاع الناف عندي بوكس للناف. البوكس للناف ده بيبقى متحدد ديفولت، وبيبقى الوايتس بتاعه متحدد ديفولت. انا بحدد بس هل ان انا استخدم الوايتس هيكون جواه الناتج بتاع الحجم، تمام، هيكون جواه البادنج وهيكون جواه البوردر. حجم البادنج وحجم البوردر اللي انا هستخدمه هل هيكون جواهم ولا هيكون بره الحساب؟ فلو استخدمت عندي حاجه اسمها بوردر بوكس، وفي عندي حاجه اسمها كونتنت بوكس، تمام. لو استخدمت الكونتنت بوكس فهيكون ده بره الحساب، البوردر والبادنج هيكون بره الحساب الوايد، يعني هنضيفهم في الاخر. اما لو انا استخدمت البوردر بوكس فده هيكون ايه، جوه الحساب، هيكون كله شامل الحساب، تمام. كده انا خلصت خلصت الصفحه بتاعتي. ممكن اعمل البادي واحط باك جراوند للبادي، بس انا مش هعمل كده، انا عايزها بيضه. هروح هناك هعمل كلاس بقى، ابدا ان انا اشتغل واعمل كلاس هناك. هعمل كلاس للناف بار، ده كلاس للناف بار، نسميه ناف بار عادي خالص، هنسميه ناف بار. هعمل برضو كلاس للديف، هنسميه مثلا كود عصام. وهنعمل برضو كلاس لمين، لليو ال، كلاس لليو ال، نسميه يو ال، وما فيهاش اي مشاكل خالص. تعالى يلا ننادي هناك بقى عليهم. هنعمل دوت ناف بار، تمام. عملنا دوت ناف بار، مش ما كانتش كده، تمام. ونبدا ان احنا نشتغل على الناف بار. اول حاجه احنا محتاجين ان احنا ما نخليش دمت تحت
بعض كده، يعني خلوهم بسوا بعض. فبسوا بعض دي بستخدم حاجه اسمها الايه الديسبلاي، بخلي الديسبلاي بتاعي فليكس عشان يجوا جنب بعض. هتلاقيهم كده جم جنب بعض بالشكل ده. هقول لي طب ما هو في لسه 3 تحت هم ما جوش جنب بعض. اقول لك ان دي يعتبر عنصر واحد وده عنصر، يعني الكود عصام ده انا عامله في ديف، اما دول عاملهم في اليو ال. هبدا ان انا اقول له جاستيفاي، هعمل هنا جاستيفاي كونتنت. واحد يقول لي هنعمله سنتر فيجي هنا، اقول لك تمام برافو، ولكن انا مش هعمله سنتر، انا هخلي واحد في الشرق وواحد في الغرب. يعني هجيب الهوم والسيرفيس والاباوت والكونت مي في الغرب وهسيب الكود عصام ده في الشرق. بنعملها ازاي؟ عن طريق جاستيفاي كونتنت، وبنختار ايه؟ بنختار حاجه اسمها سبيس بتوين ان نعمل ايه؟ واحد في الشرق وواحد في الغرب اهو، واحد في الشرق وواحد في الغرب بالشكل ده. تمام. ابدا ان انا اعمل ايه تاني؟ لو بصينا كده هنلاقي ايه؟ هلاقي ديت مرفوعه فوق خالص لازقه فيه، لان انا كنت عامل مارجن 0 وعامل بادنج 0، فهتلاقيهم لازقين. ممكن نعمل الاين ايتم ونعملها سنتر. فواحد يقول لي الالاين ايتم واخدينها المره اللي فاتت ان هي هتجيبها لك هنا عمودي، يعني بتجيبها في السنتر عمودي، فيجي لك في نص الصفحه هنا. هاجي اشغل هلاقيها ايه؟ يعني جت سنه هنا. هو احنا مش عاملين سنتر؟ مش المفروض كانت جت عمود هنا في المنتصف العمودي هنا عند المحور واي بزيرو؟ اقول لك تمام، انت كده فاهم. ولكن لو انت ملاحظ حاجه صغيره انا اتكلمت فيها، احنا بنتكلم في الناف بار. الناف بار ده هو عباره عن وايتس متحدد ديفولت. عشان تتاكد وتروح تتاكد اعمل باك جراوند، هلاقي ان هو صح فعلا، كلامه صح، اللي هو جابه لك في النص. هبدا ان انا استخدم ايه تاني عشان اشتغل؟ هل هتعمل حاجه تانية؟ انا دلوقتي مش هعمل حاجه تانية، ولكن هنرجع للناف بار تاني. بس خلينا نبدا نخش على الاسم ده. عايز اكبره شويه فنروح نكبره. هنعمل دوت احنا كنا مسمينه في الكلاس كود عصام. تمام. فناديت عليه بالشكل ده، وابدا ان انا اقول له الفونت سايز بتاعك خليه مثلا، خليه حته 50 بكسل مثلا. كود عصام اهو كبر بالشكل ده. تمام. هل هتعمل حاجه تانية فيه؟ ممكن نعمله ببولد، يعني الفونت ويت بتاعه يكون بولد، ولكن انا مش هستخدم الحاجات ديت لان الحاجات دي هتضيع لنا في وقتنا. خلينا نبدا ان احنا نستخدم على طول ونخش في الجزء اليو ال. تمام. خلينا نشتغل عليه. اليو ال ده احنا محتاجين منه ايه؟ محتاجين ان هم يبقوا على الطريقه اللي هو ايه؟ يكون على نفس اللاين. طب اعملها على نفس اللاين ازاي؟ انا لسه قايل لك الكلام ده اما كنا بنعمل في الديسبلاي فليكس، اما كانوا اصلا الجزء ده والجزء ده كانوا تحت بعض. قلت لك اعمل ديسبلاي فليكس عشان يخلوهم جنب بعض. فاذا هنروح نعمل ايه؟ هنعمل دوت يو ال كده. انا ناديت على اليو ال اللي انا الكلاس اللي انا عامله، وابدا اقول له ايه؟ هقول له ديسبلاي فليكس. فكده انا بقول له ديسبلاي فليكس. تمام. فكده هيخليه جنب بعض. فعلا خليها جنب بعض، ولكن لازقين في بعض. احنا ممكن نحل المشكله دي عن طريق جاب. الجاب ممكن نديها لها 40 بكسل مثلا. الجاب دي بتفصل او بتعمل ايه؟ زي مسافات كده ما بين العناصر. تمام. ريلود عمل لي جاب اللي احنا عايزينه. انا شايف ان هي صغيره كحجم. هنشوف نكبر الحجم ونشوف لو محتاجه جاب كمان ندي لها جاب كمان، مفيش مشكله. ممكن ندي لها جاب كمان 20 فهتبقى 60 بكسل. تمام. تعالى نحط لها فونت سايز. ندي لها فونت سايز بالشكل ده. نخليه الفونت سايز اقل من الكود عصام ب 10، فخليه 35 كويس عشان نبقى شايفين برضو 35 كويس. فنروح كده هنشوف هتلاقي بقى ال 35 كويس قوي. تمام. ايه المطلوب تاني مننا؟ ان احنا ممكن نغير اللون بتاع كود عصام ده. تعال نغيره عشان احول اللون الاسمر. باك جراوند بتاع الناف بار احولها الاسمر. فهحتاج ان انا اشتغل على الكود عصام ده، اخليها كلر بتاعها باللون الابيض مثلا. خليه باللون الابيض دلوقتي او باللون ده تقريبا. تمام. ونحول بقى ديت لاسمر، نحول الباك جراوند بتاع الناف بار لاسمر. تمام. بقت بالشكل ده. خلينا بقى نشتغل على الهوم. لو انت ملاحظ معايا في اليو ال، انت ممكن ما تلاحظهاش في اليو ال. لو انت ملاحظ لو انا حولت لك الكلر كده الابيض زي كده، فهو هل الالوان دي هتتغير؟ لا. ليه مش هتتغير؟ اللي هيتغير بس النقط. ليه النقط اتغيرت؟ لان النقط دي عباره عن يو ال ان اوردر ليست ديت عشان ده لينكات فما اتغيرت. تمام. خلينا بس كده نخش على اليو ال. معلش دوت يو ال اي. ليه دخلنا على اليو ال اي؟ علشان نشيل النقط دي. هنشيل النقط ازاي؟ فاكر في اول محاضره ما قلت لك بنشيلها عن طريق حاجه اسمها الليست ستايل. فبنروح ننادي على الليست ستايل. عندك ليست ستايل، عندي سيركل، ممكن اعملها دايره فاضيه، ممكن اعملها ديسك، ممكن اعملها حاجات كتير جدا. تمام. وممكن اعملها نون ديت بقى بتريح العمل خالص، اللي هو بتشيلها خالص. شالتها خالص اهي. تمام. فاخش لليو ال اي اي. تمام. دخلت للاي اهو. كلمهم بقى عادي وقول تكست ديكوريشن اهو. خش للتكست ديكوريشن اعمله نون اهو. فكده بالشكل ده هيشيله لك وبقى اللي احنا عايزينه يتنفذ. تمام. ايه تاني عايزينه يتنفذ؟ اللي احنا عايزينه يتنفذ اللي هو اللون. نقدر نحدد اللون بتاعنا دلوقتي. خليه مثلا اي لون
اللون دلوقتي خليه احمر مثلا، اللون الاحمر ده براون، اللون الاحمر ده تمام بالنسبه لنا اهو. اللون الاحمر اهو اتحول كويس. واحد يقول لي هو ليه صغيره كده وليه الكود لازق، يعني كود ايصام ديت الكلمه دي ليه لازقه كده في الشاشه قوي؟ يعني اول ما شفناها ما كانش لازقه كده، ايه اللي حصل؟ تعال نشوف ايه اللي حصل. بص انا عندي حاجه اسمها مارجن. طب المفروض المارجن دي تتحط فين؟ لازم أنا اعمل مارجن في الناف بار، اعمل مارجن ولا اعمل بادنج؟ ايه الاختيار الصح؟ هنجرب الاثنين. هو طبعا الصح البادنج. ليه؟ لان انا شغال عشان احرك الكونتنت ما اعمل بادنج. طب عشان احرك بقى الناف بار ذات نفسه اعمل مارجن. تعال كده نجرب. هعمل مارجن هنا في الناف بار تمام. تعال نعمل مارجن. المارجن مش هيعمل لي اللي انا عايزه، ولكن هوريك برضو الفرق ما بينهم. لو عملت مارجن بالشكل ده 40 بكسل مثلا، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. شوف هيعمل ايه. ده اللي حصل. اللي اتحرك الناف بار ذات نفسه. طب عشان بقى نحل المشكله دي نعمل بادنج. تعال نجرب البادنج. البادنج هيحرك لك الكونتنت ذات نفسه. ارجع كده تمام، هيجيب لك الكونتنت هنا. تبدا انت بقى ايه تشتغل على الكونتنت. البادنج بيبقى هو المسافه الداخليه. انا حددها 15 بكسل 50 بكسل، ممكن نخليها 20 عشان تبقى حلوه قوي. انا كده عاملها 20 بكسل، 20 بكسل و50. 50 ده اللي هو شمال ويمين، ال20 هتبقى فوق وتحت. تعالى كده نشوف تمام. ويبقى كده احنا عملنا ايه البادنج. يبقى البادنج بيحرك الكونتنت بقى. تعالى بقى نعمل ايه الهافر لده وده. تمام خلينا نعمل الهافر. هنروح نعمل هافر للكود ايصام. هنعمل هافر للكود ايصام اهو، كود ايصام هنعمل له هافر ونبدا هنعمل باك جراوند عادي. بس انا كنت عامل باك جراوند باللاينر جريدنت تو رايت. نقول له تو رايت بالشكل ده ونديله اللونين اللي احنا كنا مديله. انا مش فاكر انا كنت مديله ايه، ولكن نقدر نجيب لونين، اي لونين. ممكن اديله اللون ده، لا باين انا كنت مديله اخضر وبنفسجي باين، او اخضر وازرق حاجه زي كده. واديله اللون الثالث تاني، معلش اديله اللون الثاني عباره عن بنفسجي مثلا ولا بنفسجي في الحدود دي اللون ده تمام قوي. ونعمل ايه؟ هنعمل بوردر راديوس ليه عشان ما يبقاش ليه حدود كده قوي. نعمل له 10 بكسل مثلا. ده اللي احنا كنا عاملينه تقريبا يعني. تمام بقى بالشكل اللي قدامك ده. حلو. تعالى بقى نعمل ايه هافر كمان للجزء بتاع اليو ال. تمام هنعمل هافر عليهم. فنقول له دوت يو ال اي اي، نعمل هافر على الاي ونعمل هافر. هعمل لك حاجه دلوقتي غلط. تمام نعمل كلر، هنعمله كلر بس. تمام الكلر حدده باي لون، حدده بالاخضر بس. لا مش شغال ليه؟ في مشكله. ايه المشكله بقى؟ المشكله دي بسيطه جدا وممكن الناس تقع فيها وتفكر ان في مشكله كبيره، ولكن هي مشكله بسيطه. عارف انا عامل ايه؟ انا عملت المشكله دي عشان تفهم وما تحفظش. شوف الايه انا كنت عامل هافر فين؟ لا رجعها، الزق الكولوم بتاع الهافر في الايه، فكده هيشتغل معاك طبيعي. وبكده عملنا الناف بار بتاعنا. تقدر بقى انك تطور فيه اكتر. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خطوة توصل وحدها. خد ودسم حلمك مش بعيد، اكتب بس سطر والباقي هيجي اكيد.